السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس الرابع، نشاط 8، اللي هو مقارنة بين أجهزة جسم الإنسان وأجهزة النبات. هنقارن أول حاجة ما بين النبات وما بين الإنسان. طيب أوجه المقارنة هتكون ايه؟ هتكون الطاقة وهتكون الهواء. ايه الطاقة ديت اللي بيحصل عليها النبات أو الإنسان عندما يتغذى، يعني لما بياكل. طيب النبات بيحصل على الطاقة ازاي؟ قال لي يستطيع النبات الحصول على الطاقة والجلوكوز من عملية البناء الضوئي، زي ما احنا عارفين في المعادلة اللي احنا قلناها في الفيديو اللي فات. قلنا ان هو النبات بيجيب المية والعناصر الغذائية وثاني اكسيد الكربون، واللي بيعمل اتحاد ما بين كل دولت هو ضوء الشمس، لان البناء الضوئي لازم يبقى فيه ضوء، ويطلع لي ايه؟ ويطلع لي طاقة والجلوكوز اللي هو الغذاء بتاعه، لانه النبات كائن منتج. ده اللي احنا قلناه. طيب يبقى اللي حفظ المعادلة او عارفها كويس هيعرف ببساطة ازاي النبات بيحصل على الطاقة بتاعته. طيب المقارنة اللي قصادها بقى مين؟ الانسان. بيحصل الانسان على الطاقة عن طريق برضو تناول الطعام وهضمه خلال اليوم. يعني انت بتحصل على الطاقة، بتقدر انك تتحرك، بتقدر انه جسمك ينمو وتطول. يبقى دوت من خلال ايه؟ من خلال انك انت بتتغذى في اليوم بتاعك على الطعام، والجهاز الهضمي بتاعك بيهدمه، يعني بيكسره علشان الجسم يعرف يستفاد من الجزيئات الصغيرة دي اللي هي بتاعة الطعام. طيب الهواء. قال لي في النبات تدخل الغازات او الهواء الى النبات عن طريق مين؟ الصغور. والصغور دي موجودة فين؟ في الاوراق. ما احنا قلنا ان الصغور ديت فتحات صغيرة موجودة في الاوراق، ما بتتشافش غير تحت الميكروسكوب. ده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. طيب في الانسان بقى، قال لي في الانسان في الهواء بيحصل عليه عن طريق استنشاقه عبر الانف والفم. يعني انت ممكن تتنفس او تاخد الاكسجين بانفك او بفمك، ثم ينتقل الى الرئتين، يعني بينزل في جسمك بقى، ينتقل لمين؟ للرئة اليمنى والرئة اليسرى. وبعد كده يمتص الاكسجين يصل الى مين؟ يصل الى الدم. يعني بعد ما بيوصل للرئتين الاكسجين بقى بيتحول لمين؟ للدم، علشان يوصل للجسم كله، مش بس للرئتين، لا، عشان يوصل بقى لرجلك والمخك والايدك كل دوت. ملحوظة: يتم تحويل الطعام الذي نتناوله إلى عناصر غذائية زي الجلوكوز. طيب ليه هنا قلت عناصر غذائية؟ علشان هي حاجات كتير، مش جلوكوز بس، لا، دي في حاجات كتير جدا غير الجلوكوز، بس اللي علينا هنا هو الجلوكوز. عن طريق الجهاز الهضمي، حيث يتم مضغ الطعام في الفم ثم ابتلاعه. يعني انت لما بتيجي تاكل الطعام بتمضغه الاول في الفم، وبعد كده تبتلعه، بيمر بمراحل او اعضاء مختلفة لغاية ما يوصل للمعدة، والمعدة هو اللي بيحصل فيها مين؟ الهضم. طيب الهضم ده بيتحول فيها الطعام اللي هو الجزيئات الكبيرة، بيتحول لمين؟ زي ما مكتوب فوق كده، عناصر غذائية زي الجلوكوز وغيره. فبيتم امتصاص العناصر الغذائية ديت وتنقل الى مين؟ الى الدم. يبقى انا العناصر الغذائيه دي انا ليه باكل ومش عارفه وبهضم والكلام ده كله؟ علشان العناصر الغذائيه الصغيره دي، الجزيئات الصغيره، تنتقل الى الدم. طيب انا كده هستفاد ايه؟ هنعرف كمان شويه لما ناخد الجهاز الدوري. هناخد بقى دلوقتي الجهاز الدوري. الجهاز الدوري عندي بيبقى في الإنسان هو بيساوي وظيفته في جهاز النقل في النبات. يعني وظيفة الجهاز الدوري في الإنسان بتبقى متساوية مع وظيفة جهاز النقل في النبات. الاتنين بينقلوا بعض العناصر أو بينقلوا الحاجات خلال جسم الإنسان أو خلال النبات. طب ليه سمينا الجهاز الدوري في الإنسان وسمينا جهاز النقل في النبات؟ ما سميناش الاتنين ليه دوري، أو ما سميناش ليه الاتنين النقل؟ سمينا في الإنسان الدوري لأنه الدم بيدور في الجسم كله، إنما في النبات المية والعناصر الغذائية مش بتدور ولا حاجة، لا، دي بتنقل من فوق لتحت وخلاص خلال الأوعية. عشان كده سميناهم بالأسامي دي. تعالوا بقى نتكلم عنهم بالتفصيل. الجهاز الدوري في الإنسان وجهاز النقل في النبات. هو الجهاز الدوري هو الجهاز المسؤول عن نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الدم، بعد كده بينقلوا لخلايا الجسم أو الأعضاء. العناصر الغذائية اللي هي من هضم الطعام، اللي هو لما الطعام اتكسر في المعدة واتهضم بقى عبارة عن مواد غذائية أو عناصر غذائية دقيقة أو صغيرة عشان تنقل إلى الدم. والأكسجين اللي حصل عن عملية التنفس ودخل الجسم برضو بينقل إلى الدم. يبقى هما كلهم من تراكيب الدم، والدم بقى ينتقل لمين؟ إلى خلايا الجسم والأعضاء، ومنهم إلى القلب مرة أخرى، وهكذا. وهنعرف دلوقتي الدم ده بينقل من خلال ايه علشان يوصل من القلب للخلايا ديت ومن الخلايا للقلب. طيب الجهاز الدوري بيتكون من حاجتين:
ايه هما الحاجتين دولت؟ اول حاجة بيتكون من القلب، وتاني حاجة بيتكون من الأوعية الدموية، هناخدوها كمان شوية. يبقى بيتكون من حاجتين، لو جالك مثلا أكمل أو لو جالك اختر وكده. الجهاز الدوري يتكون من ايه؟ يتكون من القلب ويتكون من الأوعية الدموية، حاجتين بس. طيب هناخد أول حاجة القلب. القلب لا مش هو ده، مش القلب اللي احنا بنرسمه في الكراريس وفي الكتب وفي الحاجات دي، لا ده القلب. ايه ده؟ هو ده القلب اللي جوه جسمنا؟ يعني مش القلب اللي احنا بنرسموه دوت؟ امال ايه اللي احنا بنرسموه ده؟ مش عارفه والله ايه اللي احنا بنرسموه ده، ما علينا يعني. طيب القلب اللي قصادنا بقى على ناحيه اليمين دوت، ده القلب الحقيقي اللي موجود جوه الجسم بتاعنا. شكله معقد كده، او شكله معقد كده. طيب ايه الحاجات او الخطوط اللي عليه الحمراء والزرقاء ديت؟ دي حاجات اسمها الشرايين والاورده، اللي هي الاوعيه الدمويه اللي هناخدوها كمان شويه. طيب خلينا الاول في القلب. قال القلب يتكون من 4 حجرات. ايه هما ال4 حجرات دولت؟ قال الاذينان والبطينين. يبقى الاذينان والبطينين خليك عارفهم علشان هناخد اماكنهم دلوقتي. يبقى على طول يقولك القلب يتكون من كام حجرة؟ 4. احفظها دي. ايه هما؟ اذينان وبطينين. الاذينان دولت مكانهم فين في القلب؟ قال لي مكانهم فوق، فوق في القلب، يعني في الجزء العلوي من القلب. اما البطينان في الجزء السفلي من القلب. دي صورة اهي بتوضح بقى الاذينان والبطينان. زي ما احنا اتفقنا انه الاذينان عندي 2 اذين بيبقوا موجودين في الجزء العلوي من القلب، اما البطينان بيبقوا 2 بطين موجودين في الجزء السفلي من القلب. طيب انا عندي ال2 اذين دولت اكيد ايه؟ اذين ايسر واذين ايمن، بطين ايسر وبطين ايمن. الاذين الايسر تحته على طول البطين الايسر، والاذين الايمن تحته على طول البطين الايمن. طب ليه احنا مسمينهم ايسر وايمن؟ علشان اليمين واليسار، ده موجود في اتجاه اليسار وده موجود في اتجاه اليمين. القلب وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم. تاني تركيب عندي هو الاوعية الدموية. الاوعية الدموية دي بتبقى منتشرة في الجسم كله، كله من اول الدماغ لغاية الرجل او اصابع القدم السفلى. يبقى هو هنا الاوعية الدموية دي بتبقى منتشرة في الجسم بالكامل، في الاذرع، في البطن، في الرأس، في الارجل، حتى في القلب برضو بتبقى موجودة. طيب الاوعية الدموية دي عبارة عن ايه؟ زي ما مبينة كده قدامك، هي عبارة عن انابيب بتحمل الدم. يبقى هي انابيب طويلة كده بتبقى مجوفة من الداخل، بيمر جواها الدم، فهي بتحمل الدم في داخلها علشان تنقله بقى. هنشوف دلوقتي بتنقله من مين لفين والعكس ولا لا. طيب الاوعية الدموية دي في منها 3 انواع: الشرايين والاوردة والشعيرات الدموية. معظمنا عارفين انه الجسم فيه شرايين واوردة، بس مش عارفين انه فيه شعيرات دموية. هنعرف دلوقتي وظيفة كل حاجة فيهم ايه. هنا دي صورة بتوضح الشريان والوريد. ليه هنا عاملين الشريان باللون الاحمر وعاملين الوريد باللون الازرق؟ نبين انه الشريان فيه اكسجين كتير، الدم اللي موجود فيه بيبقى بيحمل اكسجين كتير، وثاني اكسيد الكربون بيكون بنسبة قليلة. انما الوريد بيبقى العكس، بيبقى حامل اكسجين بنسبة قليلة جدا وثاني اكسيد الكربون بنسبة كبيرة. دلوقتي الشريان بينقل منين لمنين؟ قال الشريان بينقل الدم من القلب لجميع اجزاء الجسم. بعد كده بيتروح الوريد ينقل الدم من جميع اجزاء الجسم يرجعها تاني للقلب. يبقى مين اللي بياخد من القلب؟ الشريان. ومين اللي بيوديله الدم تاني او بيرجعهوله؟ الوريد. طيب ايه اللي في النص ديت؟ قال لي اللي في النص اللي رابط ما بين الشريان والوريد هي دي الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية دي عبارة عن انابيب صغيرة جدا دقيقة بتوصل ما بين الشريان وما بين الوريد. ايه الصورة دي؟ الصورة دي بتبين شارع عندي. طيب الشارع دوت هنا عبارة عن ايه؟ لو انت شايفه كده طويل، ممكن نشبهه بالشريان او الوريد، لانه برضو الشريان او الوريد بيبقوا ايه؟ بيبقوا عاملين زي الانابيب كده الطويلة. ممكن العربيات بقى اللي بتمر من خلالها نشبه العربيات ديت بالدم اللي بيتنقل من خلال مين؟ من خلال الشوارع ديت. العربيات بتتنقل من خلال الشوارع زي الدم برضو بيتنقل من خلال الشرايين او الوريد.
اوجه المقارنة ما بين الشرايين والاوردة. اول حاجة في الاتجاه، احنا قلنا ان الشرايين بتنقل منين لمنين؟ هتقولي من القلب لجميع اجزاء الجسم، يبقى يتجه فيها الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم. طيب اجزاء الجسم ديت زي ايه؟ قال لي زي الاعضاء، زي العضلات، زي العظام، زي الخلايا، كل حاجة، كله بقى بيتنقل له الدم ده. طب الأوردة العكس، يتجه فيها الدم من أجزاء الجسم إلى القلب. لو حفظت واحد فيهم هتعرف تعكس في التاني. هنقول كمان هنا في الشرايين انه يتم نقل الدم الغني بالاكسجين والجلوكوز الى الجسم لمساعدته على النمو والشفاء وامداد كل اجزائه بالطاقه. هتقولي انا مش فاهم حاجه، هقولك مش احنا لسه قايلين في الصوره اللي قبل ديت او في السلايد اللي قبل ده ان الشرايين بيبقى لونها احمر لانها بتبقى بيمر بداخلها الدم الغني بالاكسجين والجلوكوز، وبيبقى فيه جزء قليل من ثاني اكسيد الكربون، عشان كده بيبقى لونها احمر. قال ان هي بتنقل الشرايين ديت الدم من القلب لاجزاء الجسم، فاجزاء الجسم بتاخد الاكسجين والجلوكوز دوت وبتصنع منه طاقة او بتعمل بيه طاقة. علشان كده الطاقة ديت بتساعد على النمو والشفاء. طب ايه النمو ده؟ نمو الجسم. طب وايه الشفاء؟ اي مثلا تعويرة او اي جرح وكده بتعمل على شفاء. بالنسبة للأوردة قلنا ان هي بتعيد الدم الذي يحتوي على كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون والقليل من الاكسجين والعناصر الغذائية، عشان كده قلنا ان لونها ازرق، مرة اخرى الى القلب. طب ومن القلب تروح للرئتين الدم، وبعد كده من الرئتين يخرج عن طريق مين؟ الانف، اللي هو مين؟ ثاني اكسيد الكربون، لان هو اصلا الدم فيه كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون. بيقولي لماذا يتم نقل ثاني اكسيد الكربون والقليل من الاكسجين والعناصر الغذائية من القلب الى الرئتين؟ يبقى هنا هنقول ليه بقى؟ قال لي ليتم تزويده بالاكسجين عشان تخرج ثاني اكسيد الكربون دوت وتاخد اكسجين بداله، فتزود الدم بالاكسجين. يبقى انت هنا ليه بيتم نقل ثاني اكسيد الكربون على طول؟ ليه نقل ثاني اكسيد الكربون من القلب للرئتين؟ علشان ايه؟ علشان يتم تزويد بالاكسجين والتخلص من ثاني اكسيد الكربون عن طريق التنفس. عن طريق عملية التنفس، يعني عن طريق عملية التنفس انت بتطلع ثاني اكسيد الكربون وبتاخد اكسجين، فانت بتعمل تزويد الدم بالاكسجين، وثاني اكسيد الكربون ده بيخرج. علشان كده الاوردة بتنقله من القلب للرئتين علشان يخرج برا الجسم خالص. ملحوظة: إذا نظرت إلى يديك وذراعيك قد ترى شكل الأوردة والشرايين الموجودة تحت الجلد. دلوقتي انت لو بصيت لرجلك أو لإيدك وانت قاعد هتلاقي انه في أوردة باينة جدا، يعني بالذات اللي بتبان الأوردة بيبقى لونها أزرق كده. يعني انت لو بصيت على إيدك دلوقتي، على كف إيدك كده اللي هو من فوق، هتلاقي انه شكل الأوردة الزرقاء موجودة كده، دي الأوردة. وبرضو لو بصيت في أقدامك برضو هتلاقي نفس الكلام. وممكن تبقى ظاهرة برضو في اماكن تانية، ممكن تبقى ظاهرة مثلا في وشك، في مثلا ناس بيبقى عندهم خطوط كده في وشهم زرقاء عادي، او في الجبهة مثلا من فوق، وهكذا بقى. هي كده كده اصلا الاوعية الدموية اذا كان شرايين او اوردة موجودة في جميع اجزاء الجسم زي ما انتوا شايفين كده، من اول الراس لغاية الاقدام تحت خالص، فهي موجودة في كل مكان. فهي بتبقى ظاهرة في اماكن بتبقى ظاهرة فيها قوي، وفي اماكن ما بتبقاش ظاهرة فيها، بس هي بتبقى موجودة تحت الجلد. خلصنا الجهاز الدوري في الانسان، قلنا ان هو بيتكون من القلب اللي هو في النص دوت، وبيتكون ايه؟ من الاوعية الدموية اللي هي بتتكون من 3 حاجات: شرايين، اوردة، شعيرات دموية بتوصل ما بين الشرايين والاوردة. ماشي. طيب في حاجة برضو مهمة عايزة اقولها قبل ما نخش على النبات بقى. دايما بيقولوا دي يعني معلومة خاطئة، انه القلب بيقع في الناحية الشمال اليسار. يعني دايما يقولك حط ايدك على ايه؟ الناحية اليسار، هتلاقي القلب موجود هنا. لا، القلب موجود في المنتصف، في منتصف الجسم، ولكن يميل الى اليسار، يميل، لكن هو مش موجود في اليسار، هو موجود في النص زي ما موجود قدامك في الصورة اهو، اللي في النص دوت القلب موجود في المنتصف ولكن يميل ناحية اليسار. تاني حاجة بقى هناخدوها جهاز النقل في النبات، اللي هو كان بيساوي الجهاز الدوري في الإنسان. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن النبات. هل النبات زيه زي الإنسان؟ يعني برضو في حاجات هتتنقل جواه؟ بس طبعا مش دم. الدم ده موجود في الإنسان والحيوان فقط. النبات بينقل حاجات تانية زي الماء والعناصر الغذائية، لكن مفيش دم هنا. طيب النبات هنا
ممكن ينقلهم. طب هينقلهم منين لمنين؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجة هناخدوها ده نبات اهو جميل عندي، بيقولك هنا في الصورة انه في اشعة شمس، في ثاني اكسيد الكربون في الهواء، في عندي هنا اكسجين اهو بيطلعه بياخد ثاني اكسيد الكربون، وفي مية تحت في التربة بتمتصها الجذور زي ما احنا عارفين. وبعد كل ده بيعمل عملية البناء الضوئي، لانه هنا في ضوء اهو، فعلى طول اول ما يبقى في ضوء يبقى بيعمل عملية البناء الضوئي ويطلع لي ايه؟ جلوكوز واكسجين. طيب مش ده موضوعنا. انا عندي دلوقتي المية والعناصر الغذائية بتبقى موجودة تحت في التربة، الجذور بتمتصها علشان ايه؟ علشان تطلعها الاعلى. طيب هتطلعها الاعلى ازاي؟ قال لي هتطلعها الاعلى، هنشوف كمان شوية بايه. طيب وفي حاجة تانية، مش الاوراق هنا، الاوراق هي المكان اللي بيحصل فيه عملية البناء الضوئي، يعني عملية تصنيع الغذاء. معنى كده ان الغذاء اللي هو الجلوكوز هيتنقل منين لمنين؟ ما هو بيتصنع في الاعلى، يبقى المفروض ان هو يتنقل لجميع اجزاء الجسم، يعني هيتنقل لاسفل او هيتنقل مثلا للجوانب او هينتقل للمنتصف. المهم ان هو مش هيطلع للاعلى، لان هو كده كده في الاوراق فوق اعلى حاجة، هيتنقل للاعلى فين تاني؟ هو هيتنقل للاسفل او ايه؟ الى الجانب. انما المية والعناصر الغذائية دي هتتنقل للاعلى. طيب تعالى نشوف بقى هيتنقلوا عبر ايه. احنا اخدنا انه في الانسان الدم بينتقل عبر مين؟ الشرايين والاوردة اللي هي انابيب بتحمل الدم. طب في جهاز النقل في النبات بقى ايه اللي بينقلهم؟ او ايه اللي بينقل المية والعناصر الغذائية والغذاء اللي هو الجلوكوز؟ هنشوف دلوقتي. يبقى هنا الأوعية في الإنسان تنقسم إلى أوردة وشرايين وشعيرات دموية. الأوعية يعني الأنابيب اللي بتنقل الدم. انما بالنسبة للنبات فالاوعية في النبات تنقسم الى خشب ولحاء. انا اتكلمت قبل كده عن الخشب، النهاردة بقى هنتكلم ونفسره اكتر، وهناخد حاجة بجانبه او مشابهة ليه اسمها اللحاء. عارفين كده لما احنا عملنا مقارنة ما بين الاوردة والشرايين من شوية، او الخشب واللحاء دولت نفس برضو الاوردة والشرايين، تحسوهم برضو متعاكسين، يعني لو حفظت حاجة فيهم هتعرف التانية لوحدها. نتكلم دلوقتي عن الأوعية في النبات. طيب هي الأوعية في النبات دي موجودة فين بالظبط في النبات؟ في أي جزء فيه؟ قال لي موجودة في الساق. طب الأوعية زي ما احنا لسه قايلين نوعين، خشب ولحاء. الخشب الأول وظيفته ايه؟ هو انه بينقل العناصر الغذائية من الجذور للأوراق، يعني من تحت لفوق. اما اللحاء فالعكس، بينقل الغذاء او الجلوكوز من الاوراق الى باقي اجزاء النبات للحصول على الطاقة. ادي ده اللحاء اهو، برضو وعاء عادي مجوف من الداخل بيمر من خلاله الغذاء او الجلوكوز اللي هو بيتصنع في الاوراق، وبعد كده بيتنقل لباقي اجزاء النبات علشان يعرف يحصل على الطاقة، يعني بيتنقل من فوق لتحت او من فوق للجوانب. تشابه بين جهاز النقل في النبات وفي الانسان. ايه هو التشابه ما بينهم؟ قال لي في الانسان تتم عمليه النقل من خلال الجهاز الدوري. هتقولي ما احنا عارفين، ما احنا لسه قايله انه في الانسان بيبقى عمليه النقل بتاع الدم خلال مين؟ الجهاز الدوري. انما في النبات بتحصل في الجهاز النقل بتاع النبات. فيتم نقل الماء والمواد الغذائيه في اوعيه دمويه ذات اتجاه واحد. هتقولي هو مش الجهاز الدوري بتاع الانسان بينقل الدم؟ ازاي هنا هينقل الميه والمواد الغذائيه؟ هقولك هنا ما هو الدم دوت عبارة عن عناصر كتير، منها المية والعناصر الغذائية او المواد الغذائية. يعني المية والمواد الغذائية ديت جوه الدم نفسه، عشان كده الدم لما بيمر في الجهاز الدوري في الأوعية بيبقى جواه اصلا مية ومواد غذائية من التركيبات بتاعته. عشان كده بقول هنا يتم نقل الماء والمواد الغذائية داخل الدم عن طريق الأوعية الدموية ذات اتجاه واحد. طب ايه ذات اتجاه واحد ديت؟ مش احنا قلنا انه الشرايين بتنقل الدم من القلب لجميع اجزاء الجسم؟ يعني في اتجاه واحد من القلب لجميع اجزاء الجسم. هل بترجع تاني في الشريان؟ لا. يبقى ده كده وعاء دموي خلاص ماشي في اتجاه واحد من القلب لجميع اجزاء الجسم. طيب في الاوردة، قال لي في الاوردة بقى بيمشي من جميع اجزاء الجسم للقلب برضو في اتجاه واحد. هل ممكن في الاوردة او في الوريد يمشي الدم من القلب لجميع اجزاء الجسم؟ لا، هو من جميع اجزاء الجسم للقلب، يبقى هو برضو في اتجاه واحد. عشان كده بيقولك انه في الاوعية الدموية ذات اتجاه واحد.
في النبات تتم عملية النقل من خلال نظام النقل في النبات، فيتم نقل الماء برضو والمواد الغذائية برضو في أوعية ذات اتجاه واحد. احنا كده عارفين انه في النبات بيمتص الجذور او بتمتص الجذور الماء والمواد الغذائية وبتنقلها من خلال الأوعية اللي موجودة في الساق اللي هو الخشب واللحاء برضو في اتجاه واحد. الخشب بياخد من تحت لفوق واللحاء من فوق لتحت، يبقى برضو زيه زي الوريد والشريان. يبقى الخشب واللحاء برضو كل واحد فيهم بيمشي في اتجاه واحد زيه زي الشريان والوريد. عشان كده الأوعية التشابه في الإنسان وفي النبات بتبقى في اتجاه واحد، والاتنين بينقلوا المية والمواد الغذائية، بس الفرق انه في الإنسان المية والمواد الغذائية دي بتبقى موجودة في الدم، لأنه الدم هو اللي بينقل خلال الأوعية. كده احنا خلصنا نشاط 8 اللي هو مقارنة بين أجهزة النقل في الإنسان وفي النبات. هناخد دلوقتي نشاط 9 اللي هو غذاء النبات. هتقولي طب ما انا عارف انه النبات بيصنع غذائه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي. هو ده نفس الكلام، نفس النشاط، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده اهو. يستطيع النبات انتاج سكر الجلوكوز من خلال عملية البناء الضوئي اللي هو الغذاء بتاعه. بيعمل ايه؟ قال لي اول حاجه بيجمع النبات الماء وثاني اكسيد الكربون في اوراقه. يبقى هو بياخد الماء، الجذور بتمتصها وبتطلعها لفوق، والاوراق بتمتص ثاني اكسيد الكربون من خلال الصغور اللي هو الهواء، وبتمتص الاوراق ضوء الشمس للحصول على الطاقه اللازمه لاتمام عمليه البناء الضوئي. ضوء الشمس ده اللي بيعمل اتحاد ما بين الماء وثاني اكسيد الكربون والعناصر الغذائيه في المعادله عشان يطلع لي بعد السهم الغذاء او الجلوكوز والاكسجين والطاقة اللازمة عشان النبات ينمو ويطول. ممكن تقولي هنا طبعا طب ما هو هنا للحصول على الطاقة اللازمة، يعني هل في طاقة في المتفاعلات مع المية وثاني اكسيد الكربون وكده، ولا الطاقة بتبقى في النواتج مع الاكسجين والغذاء؟ هقولك ان الطاقة بتبقى موجودة مع الاكسجين والغذاء ديت لنمو النبات علشان يطول ويكبر، انما الطاقة اللي ضوء الشمس بيديها دي علشان عملية البناء الضوئي تتم. يعني زي مثلا كده لما تكون عربية مثلا ايه عايزة تشتغل بتعمل ايه؟ بتقعد تدورها كتير علشان ايه؟ تديها طاقة علشان تشتغل. نفس النظام هنا، ضوء الشمس بيدي طاقة علشان عملية البناء الضوئي تتم، وبرضه هو اللي بيعمل اتحاد ما بين المية وثاني اكسيد الكربون والعناصر الغذائية علشان تطلع النواتج بتاعتي في عملية البناء الضوئي. يبقى ضوء الشمس مهم جدا، عشان كده عملية البناء الضوئي ما بتحصلش غير في وجوده. ملحوظة بقى بتقول ايه؟ اثناء عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية تختزن في سكر الجلوكوز، وهذا يدل على ان الطاقة يمكن تحويلها من صورة الى اخرى. ونقطة الطاقة والتحويل دي هناخدوها في المفهوم الثالث ان شاء الله لما نوصله بالتفصيل، بس خلينا هنا نفهمها كده او انت تحفظها، انه الطاقة الضوئية في عملية البناء الضوئي بتتحول لطاقة كيميائية. يعني معنى كده ان الطاقة الضوئية اللي بتعمل اتحاد ما بين المية وثاني اكسيد الكربون والعناصر الغذائية دي بتتحول لطاقة تانية خالص اسمها الطاقة الكيميائية، بتختزن في سكر الجلوكوز اللي هو الناتج. يعني سكر الجلوكوز ما بيبقاش فيه طاقة ضوئية، لا بيبقى فيه الطاقة الكيميائية بتختزن فيه. ممكن يجي سؤال ويقول لي ما هي الطاقة التي تختزن في سكر الجلوكوز؟ الكيميائية. وعلشان تعلمها ممكن تعرفها بالكاف كاف، يعني الكيميائية فيها الكاف والجلوكوز برضو فيه كاف. يبقى الطاقة الضوئية بتتحول للطاقة الكيميائية في عملية البناء الضوئي، والطاقة الكيميائية دي بتختزن في سكر الجلوكوز. كده احنا نبقى خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو الدرس الرابع. كده احنا فاضل لنا جزء صغير خالص هناخدوه ونبقى احنا كده خلصنا المفهوم الاول. لو في اي استفسار او اي سؤال واقف معاكم اكتبوه في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم.